ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب يا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معاكم من مطبخ مارجو أكلة مليانة بالعناصر الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والنشويات. كلنا بإذن الله هنعشقها وبنموت فيها لأنها موفرة كتير. بحط كمية لحمة حوالي نص كيلو لحمة، بيطلع لي حوالي كيلو من الكفتة يكفيني أنا وأسرتي. طبعا معانا حاجة مفاجأة، كفتة بالبرغل وتحتها الخضروات اللي هي البصل والفلفل والطماطم، بيتعملوا مشويين تحتها في الفرن مع رز بالخلط وتاني باللومي والقرفة والكركم والكاري. هيعجبكم كلكم وهتاكلوا صوابعكم وراه. بس عاوزة اطلب منكم طلب، كل اللي يتفرج على الفيديو بتاعي ياريت يعلق لي بتعليق ويكتب لي كومنت هو بيتفرج عليا منين. ودلوقتي مش هطول عليكم اكتر من كده في المقدمة، هقولها لكم كل تكاتها وحركاتها بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. دلوقتي معانا المكونات بتاعت طبختنا النهارده، حوالي كبشتين من البرغل او 8 كيلو، ملح وفلفل، وكميه حلوه كده ومعتبره من البصل. انا بحب البصل فيها كتير، حوالي نص كيلو. ومعايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ونص كيلو من الفلفل الاخضر الكوبي، ممكن تحطي فيه فلفلتين حاميين. ومعايا نص كيلو من الطماطم، والكبه بتاعتي اللي هتخلي لي المكونات حلوه جدا مع بعضها. طبعا صينيتي كبيره، وهبتدي امسك البرغل واغسله حلو جدا تحت الميه الجاريه، وبعدين هنقعه في الميه لمده نص ساعه. همسك البصل اخرطه في الكبه، وامسك البرغل بعد النص ساعه اصفيه زي ما انتم شايفين كده حلو قوي من الميه، واحطه في الكبه وابتدي احط عليه حتت اللحمه المفرومه وحته حته لحد ما اخلص كل كميه البصل مع كل كميه اللحمه، وهخلصها واديكوا زي ما انتم شايفين. فايده الكبه انها بتخلي اللحمه تعمل انسجه عشان تبقى ماسكه في السيخ بتاعي. بعد ما خلصتها حطيتها في الطبق وحطيتها في التلاجة لمده ساعتين اقل حاجه او ليله كامله. هطلعها بعد كده من التلاجة وابتدي اقول لكم هعمل ايه فيها. اول حاجه هبتدي اعمل بوكيه جرنيه اللي موجود تحت الكفته بتاعتي، وهيتشوى على الصوص اللي بينزل من الكفته. عباره عن ايه؟ عباره عن كميه من البصل حلوه، علشان دي لما بتتحط على الرز بتبقى زي البصل المشوي. بقطعها حلقات حلقات، وابتدي ادهن الصينيه بالزيت زي ما انتم شايفيني كميه حلوه، وابتدي اطلع كل حلقه من حلقات البصل لوحدها علشان يتشوى حلو تحت الكفته. ومش هطول عليكم، بس بعد ما اخلص كل كميه البصل زي ما انتم شايفيني مسرعه الفيديو شويه علشان ما اطولش عليكم. خلصت كل الكميه، هبتدي احط عليها ملح وفلفل علشان اتبلها حلو، اللي يجي ياكل يحس انها متبله وطعمها جميل. طبعا بينزل عليها الصوص بتاع الكفته بيخلي طعمها تحفه تحفه تحفه. خلصت البصل، هبتدي اقطع في الفلفل حوالي نص كيلو فلفل، هقطعه شرايح بعد ما انضفه من البذر بتاعه. وطبعا برضو مش هطول عليكم، هجيلكوا بعد ما اخلص تقطيع النص كيلو كله. طبعا هو بيدبل بعد ما بيخش النار في الشوي، الكميه بتقل حبه. بعد ما اخلصه برضو هتبله بحبه ملح، وهقلبه على بعضه حلو جدا، وابتدي احطه على الصينيه فوق البصل. برضو هينزل عليه نفس الصوص بتاع الكفته المشويه، يبقى طعمه خطير زي ما يكون بصل وفلفل مشوي. هبتدي بعد كده امسك الطماطم واقطعها حلقات، وكل حلقه على نصين، وهجيلكوا بعد ما اخلص الكميه كلها زي ما انتوا شايفيني بقطع حلقات حلقات وكل حلقه على نصين. وبعد كده نفس الكلام، هتبل الطماطم بشويه ملح واروح حطاها على الصينيه. طبعا كده بقى عندي البوكيه جرنيه اللي انا حطيته تحت الكفته المشويه، عباره عن بصل وطماطم وفلفل. هقلبهم كلهم تقليبه حلوه مع بعضهم بعد ما كل حاجه تبلتها لوحدها، وهبتدي ابططها بايديا كده عشان ابتدي اصبع صوابع الكفته.
واستنوني بعد ما اوضب الصينيه. طبعا احلى صينيه دي ولا ايه؟ استنوني بقى عشان تقولوا لي عاشت ايديكي يا بنت يا مارجو. بصوا بقلب التقليبه دي الخضروات كلها، طبعا مجموعه فيتامينات واملاح معدنيه ما حصلتش. ادي الكفته، هبتدي اصبع الكفته صوبع صوبع. طبعا همسك الصوبع اخليه مليان كده ومحمل بس مش قوي، علشان لما يتشوي في الفرن يطلع مستوي حلو. وبعد ما اعمله بتاع الخرم في النص علشان الحراره بتاعه الفرن تسويه من جوه ومن بره. بلفه بايديا زي ما انتم شايفين، واحاول لما امسك كفتايه تانية ايدي تبقى زي الميزان. طبعا ست البيت الشاطره هتفهم كلامي ده، لو لسه مبتدئه اتعلمي مني. كفتايه كفتايه كلهم يبقوا ميزان واحد عشان كلهم يبقوا نفس السوا. شايفين منظر الكفته؟ شكلها يجنن. دلوقتي هتشوفوها معايا وهي طالعه من الفرن هتاكلوها حاف. طبعا بصبع معاكم بقيه صوابع الكفته لحد ما اخلص كل الكميه، واعمل كل الكفته صوابع مقاسها نفس المقاس، حجمها نفس الحجم. لو وزنتها على ميزان من غير ميزان ايدي ميزان. خلصت الكفته، هبتدي احط شويه زيت في طبق، وعندي كاتشب حار هحط كميه على الزيت، كميه حلوه كده، وابتدي اضربها بنص معلقه ملح زي ما انتوا شايفين اهو، نص معلقه ملح. هبتدي اضربها بالشوكه حلو، وبعدين اخدها بالفرشه وادهن بيها وش الكفته عشان لما احطها في الفرن تديني اللون الاحمر الجميل اللي بيفتح النفس من غير ما الواحد ياكل. بصوا صوبع صوبع انا ماشيه بالطابور. عاشت ايديك يا بنت يا مارجو، احلى صينيه كفته دي ولا ايه؟ استنوا بقى لما تشموا الريحه معايا بعد ما تطلع من الفرن. شايفيني انا ما فلتش ولا صوبع، محدش يلخبطني. على فكره هم 21 صوبع، انا بعدهم عشان بقسمهم على عدد افراد الاسره بالعدد، محدش يتعدى على عدد التاني. طبعا خلصت كل الكميه، خليت كل الكفته زي ما انتوا شايفينها شكلها بيلمع، وعليها الكاتشب الحار هتطلع حاميه شويه هتفتح نفسكم جدا. زي ما انتوا شايفينها شكلها تحفه تحفه ومغري. اوعوا تاكلوها نيه، استنوني بعد ما يسويه. دلوقتي هولع الفرن وهشغله على 180، وهبتدي اشغل عليها الفرن. كل شويه اشغل عليها الشوايه او المروحه اللي ورا. المروحه اللي ورا بتخلي الهواء بتاع الفرن كله سخن، بيسوي الكفته والبوكيه جارنيه اللي هو مجموعه الخضروات اللي في قعر الصينيه بسرعه جدا، مش هتاخد وقت معاكي، يعني بالكتير خالص هتاخد لها بتاع ساعه الا ربع. حطيتها في الفرن وابتديت اتابعها من بره. طبعا بعد ما قفلت عليها الفرن مش قبل مثلا نص ساعه هبتدي ابص عليها ايه اللي حصل لها، بس كل شويه هشغل عليها الهوايه. دلوقتي هعمل معاكم الرز اللي باللومي والكاري والكركم والقرفه. هبتدي هعمل معاكم الرز اللي بالكاري والكركم والقرفه. هبتدي احط كميه زيت في الحله، وابتدي بعد كده لما الزيت يسخن شويه احط عليه الكاري والكركم والقرفه، واديهم تقليبه لحد ما ريحه الكركم والكاري والقرفه تطلع. طبعا زي ما شفتوني غسلت الرز حلو. بعد ما الاقي ريحتهم طلعت هحط الرز واديله تقلبتين مع القصه دي كلها علشان يديني اللون الاصفر الجميل. ايديا في الرز لحد ما يسخن شويه ويديني اللون الاصفر الحلو. طبعا في نفس الوقت هكون حاطه ميه في الكتل تغلي، علشان اول ما الرز يسخن وياخد اللون الاصفر احط الميه في الكتل، مش بمعيار بس فوق الرز بحوالي صوبع ونص. وبتابع الكفته من بره، والرز بتاعي لما يتشرب حلو هبتدي اوطي النار عليه. شايفين منظر الكفته؟ ايه رايكم؟ عايزاك تقولوا لي رايكم، شكلها يجنن. تعالوا بقى شموا الريحه معايا، حاجه تحفه. عاشت ايديكي يا شيف مارجو. طبعا قعدت بحوالي ساعة الا ربع او ساعة في الفرن، كل واحدة على حسب حموان فرنها. وابتديت اطلعها زي ما انتوا شايفين شكلها يجنن. شايفين الكفتة احمرت ازاي؟ شايفين البوكيه جارنيه اللي هو مجموعة الخضروات اللي تحت الكفتة اتشوى ازاي تحت الشواية؟ طعمه تحفة تحفة، علشان بينزل عليه الصوص بتاع الكفتة والدسم اللي فيها بيسويه. هبتدي اغرف الرز في بولات
زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اطلع صوابع الكفتة حوالين الرز. انا بقى عايزاكوا تيجوا تشموا الريحة معايا، انا جعانة جدا وعايزة اكل، هغرف وراح هاكل. اللي شاف معايا الوجبة بتاعتي النهاردة وازاي هي وجبة كاملة متكاملة تاكليها تبقى شاملة في العناصر الغذائية، وعجبته طريقتي وشم الريحة التحفة دي معايا، يكتب لي احلى تعليق في الكومنتات من تحت، وعايزة اعرف هو بيتابعني منين. واستنوني في الوجبة الجاية من مطبخ مارجو. بحبكم كلكم، باي.